حكم لعبة كمال الأجسام، هل ده يجوز؟ انت عارفه لعبه كمال الاجسام دي قايمه على ايه؟ انا كواحد يا اخوانا بروح الجيم وبتمرن يوميا الحمد لله تعالى ودارس نيوتريشن وسبلمنت كويس جدا جدا. لعبه كمال الاجسام دي قايمه على حاجتين اتنين: رقم واحد على الاظهار الاستعراض، ورقم اتنين قايمه على التعري. ما لهاش حاجه تالته، هي معروضه على الحاجتين دول بس، ما لهاش اي حاجه تانية. طيب، ويا ريت يا اخوانا لو سمحت توسعوا دماغكم معايا. ما حدش يجي يقول لي ايه، طب البيج فلان والكابتن اللي مش عارف في كندا واللي في العراق واللي تفضل تجيب لي بقى كباتن العالم كلهم وايه وتجعلهم هم المعيار للشرع. يا حبيبي الاشخاص مش معيار للشرع، الشرع هو اللي معيار لافعال واقوال الناس. الشريعه الاسلاميه لم تاتي لاحد بعينه، دي قاعده شرعيه، يعني ما جاتش عشان الشخص الفلاني، لا. ايه دليل القاعده؟ الله عز وجل قال: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. واللي لازم تعرفيه ولازم نعرفه للناس، اكتبي ده ورايا، ان لعبه كمال اجسام، عارفه قايمه عليه لعبه كمال اجسام؟ طبعا. عارفه؟ قايمه على كشف العورات المغلظه، قايمه على وما ادراك ما العورات المغلظه اللي بقى بيسموها الجلوتس. ولازم بص تشاريخ الجلوتس لا اعزك الله المؤخره يعني، والهامسترنج، بص بص ما شاء الله خلفيات رجله عامله ازاي متشرخه، والتقاطيع والتشاريخ. هل كل ده يجوز؟ كل ده لا يجوز، مم. مفيش. وما ادراك بقى ما الزيوت اللي بيحطوها والتنشيف والتان، وبص بقى ما شاء الله الابس بتاعته عضلات المعده عامله ازاي والكلام ده. هل كل ده في الشرع كل ده يجوز؟ وارجو منك ما حدش يدخل عليك من القاعده الابليسيه اللي بيضحكوا بيه عليك، ده اكل عيشي واكل منين، والشبهات الابليسيه دي. زين لهم الشيطان اعمالهم. عارف انت ربنا قال في القران ايه؟ واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. في ناس الشيطان جار ليهم، مساكنهم، تتلاقيه ينطق باقوال الشيطان وينام مع الشياطين ويصحى على الشياطين وبيصاحب الشياطين، هو كل حاجه في حياته الشياطين، فبالتالي لا ينطق الا بنطق الشياطين والعياذ بالله. هو ده اللي بيحلل لنا الحرام. طب هو في دليل على ان كشف العورات ده حرام؟ عندك الادله كتير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بهز لا تظهر عورتك الا لزوجتك. بهز بن حكيم جه للنبي بيساله، بيقول له: يا رسول الله، انا ناتي عوراتنا ناتي منها وما نظر، الرجال مع الرجال، احنا رجاله بندخل نقعد مع بعضينا عادي، ده بيلبس مايو ده بيلبس مش عارف ايه وبيبقى عادي، ايه المشكله؟ فقال له النبي: يا بهز لا تظهر عورتك الا لزوجتك. انتهت المساله وكان امر مقضي. وده ليك انت برضه، الست والبنت بتبقى قاعده جنب امها بترضع ابنها وبتقلع وبتغير لبسها وتبقى انا اسف لابسه الحاجات الملابس الداخليه والكلام. يا ست ما ينفعش، ما تقوليش تصل دي احنا بنات مع بعضينا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هترضع ابنك غطي أنا آسف ثديك أو صدرك، محدش يشوفها إلا جوزك بس. انتهت المسألة. والنبي قال لعلي بن أبي طالب: لا تبدي فخذك لحي ولا إلى ميت. والنبي لما أرسل علي بن أبي طالب في يوم الحج عشان يطوف بالكعبة، قال له: اذهب إلى الناس وأخبرهم ألا يطوف أحد بالبيت وهو عريان، محدش يطوف بالبيت الحرام وهو عريان. فبالك أنت باللعبة اللي قايمة دي على الاستعراض وعلى العري، بدعوى إن ده أكل عيشنا وحجج إبليسية ما الله بها عليم. ادي بقى دي عندك الادله منين؟ عندك الادله النبويه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله احق ان يستحى منه. وفي سوره النساء في سوره الاحزاب الله عز وجل قال: الله والله لا يستحي من الحق. فما تجيش تقول لي ده اكل عيشي وانا مش لاقي اكل. طب ما على كلام حضرتك كده ممكن اسال حضرتك سؤال: الست اللي بتزني مش ده اكل عيشها؟ واللي بيسرق مش ده اكل عيشه؟ والراجل اللي بينصب واللي ماشيين في الحرام مش كل ده اكل عيشهم؟ هو ربنا لما قال: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، هو كان بيكلم الست بس؟ مش احنا ذكرنا في الفيديو الماضي ان الاحكام التي اتت من الشريعه ثابته للرجال وللنساء حتى يرد دليل بالتفريق بينهما؟ صلي للرجال وللستات، صوم للرجال وللنساء، مش عارف حج للرجال وللنساء، كله الا لو في دليل بيفرق الراجل عن الست. يبقى عارف في كام واحده بتتاذى لما بتشوفك؟ انت عارف كام واحده جوزها بعيد عنها، وكام واحده مطلقه، وكام واحده مأرمله، وكام واحده انا اسف بتشتهي الرجال عندها اشتهاء جنسي، وكام تيجي تقول لي: طب وانا مالي وانا مش عارف ايه. يا ابني ما هو انت بقيت سبب، بقيت شهوه بالنسبه لها، بقيت شهوه بالنسبه لها. وعندك قصه الدكتور اللي ذكرنا قبل كده، مش لما طلع وعمل فيديو الناس سبحان الله كميه طلقات وكميه فجور وحاجات عارمه؟ فبالك انت بالله قاعد ظاهر جسمه كله تنشيف وحاجات اثاره غرائز للشباب وللنساء. وعندك كلام العلماء ظاهر معروف، راجع كلام هيئة اللجنة الدائمة في السعودية، وعندك علماء الأزهر راجع فتواهم، وراجع علماء الكويت وعلماء كل زمان ومكان. ما حدش بيقول الكلام ده الا بتوع لعبة كمال أجسام، يجي يقول لك ده أكل عيشي. خلاص يبقى ما تلومش على اللي بيشرب مخدرات، هو اللي حرم المخدرات هو اللي حرم الزنا، هو اللي حرم كشف العورات.
ولا تأخذون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله، في ناس كده يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ده عجبه خده، ما عجبوش لا ده مش تبعنا. جسمك مش سلعة عشان ترضي الناس. جسمك انت موجود في الحياة الدنيا دي لإرضاء رب الناس. وافتكر كلمتي، وانت كمان افتكر كلمتي، ان النية لا تبيح الحرام، لأن الحلال بين والحرام بين. وكشف العورات باتفاق أهل العلم سلفا وخلفا أنه محرم، لم يختلف في ذلك اثنان. كلامي واضح؟ واضح. في عندك سؤال تاني؟ المرة اللي جاية إن شاء الله تعالى، ده أنا مش هكلمك بقى على حكم اللي بيشيل شعر جسمه وشعر جلده والكلام ده، هنبقى نعمل لها فيديو تاني إن شاء الله. أرجو إنك تشاركها مع غيرك، يعني معلومات قيمة جدا جدا. ولو سمحت يعني عرفوا الناس ووعوهم إن الأحكام الشرعية عامة، وبتأتي معيارية توضح وترشد الناس إلى الصواب، مش الناس هم اللي هيرشدونا للصواب. بس كده خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.